حلقتنا النهارده بتتكلم عن ايه بقى؟ عن ازاي تقيم حالة الموتور من شكل البوجيه. انا في الحلقة دي ان شاء الله هعرض عليك انواع من البوجيهات، طبعا اللي مطلعينها من الاسكوترات اللي بتجيلنا. تمام. وهوريك ايه الفروقات ما بينهم، وهوريك ازاي تقيم حالة السكوتر بتاعك من شكل البوجيه. انا هعرض عليكم 2 بوجيه دلوقتي، كل واحد بحالة طبعا، وهنبص على البوجيهات ونشوف الاختلاف ما بينهم، وكمان شكل كل بوجيه هل ديت علامة على ايه، ومن خلالها هنقدر نقيم حالة الموتور. تمام كده. طيب، البوجيه اللي على اليمين دوت اللي هو ان جي كي دوت، تمام، ده طالع من السكوتر بتاعي. انما البوجيه التاني دوت اللي هو دوت اللي قدامنا اللي انا عامل عليه فوكس دوت، طالع اهوت حالا اهوت المكنه. تمام، فيديل 2 طالع منها، وادي اهوت السكوتر بتاعي شلنا منه البوجيه عشان نقارن. ودوت طبعا ايه، فيديل 2. تمام، اهو فكينا البوجيه عشان نشوف حاله المكنه ماشيه ازاي عليها وكده. طيب، عشان نعرف الفرق بقى ونعرف حاله الموتور والدنيا ماشيه ازاي، تعال نبص على البوجيه الان جي كي الاول. اللي لو انت زي الحاله الاولى لقيت الراس سليمه مش متنيه، الراس تمام مفيهاش اي مشكله وبس هباب، فده الطبيعي. تمام. ده كده انت يا دوبك هتظبط كربيراتيرك، تظبط الهواء، مفتاح الخلط، وخلصانه على كده الشغله. تمام. طيب، لو جينا بقى بصينا على البوجيه التاني دوت، هنلاقي ان الراس بتاعته اتاكلت، الراس متكسره، مهبب جدا بشكل يعني اوفر جدا، وكل لما نحط بوجيه جديد يطلع برده مهبب. كمان هتلاقي عليه بعض تسريبات الزيت، وعايزك تفرق ما بين حاجه، ما بين الزيت المتسرب وما بين البنزين. طبعا البنزين بيبقى ليه ريحه مميزه. تمام. والزيت برضو ليه ريحه، طبعا مع الخبره ومع الوقت انت بتقدر تفرق ما بينهم. تمام كده. ففي الحاله ديت تعرف لا ان الموتور في حاجه، او ان المكنه بشكل عام انت محتاج ان انت تشيك عليها. محتاج طبعا تشيك على الكربيراتير، محتاج تشيك على الشامبر، وكمان تحط بوجيه جديد عشان تتابع بقى هل في تسريب زيت تاني ولا لا. والاهم من ده كله ان انت محتاج ضروري تقيس الزيت. تمام، عشان تشوف هل المكنه بتاكل زيت ولا لا، لان ديت علامه ان احتماليه ان طقم الشامبر يكون بيسرب زيت على البوجيه. تمام كده. لان احنا لما طلعنا البوجيه دوت كان كله زيت، يعني كان اوريكم نظره كده للاتنين بوجيه مع بعض. تمام، انا هلخبطهم اهمت. تمام، وهوريكم بس الراسين، وانت من خلال الراسين هتقدر ان انت ايه تميز. بص كده، الراس الاولى هي راس عاديه خالص اللي هي دي. بص كده بقى على الراس التانية، هتلاقي ان الراس التانية متكسره. تمام. طيب، هي ليه اتكسرت كده؟ اتكسرت اول حاجه بسبب نوع البنزين مش حلو. تمام، فانت هنا محتاج تغير البنزينه. تاني حاجه ان البوجيه ما اتغيرش بقاله فتره، ده برضو سبب بيؤدي ان الراس تتكسر. تالت حاجه ان انت قارس على الموتور وقارس على الضغط بتاع المحرك، فبالتالي طبعا مع كتر الاستخدام ومع كتر طبعا الشراره الناتجه، فبتبدا تكسر الايه، الراس زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. طبعا تكسير الراس ملوش علاقه بتسريب الزيت، يعني الراس ديت متكسره ليه؟ بسبب نوع البنزين وبسبب الاحتراق. تمام. انما تسريب الزيت اللي كان على البوجيه ده كان حاجه تانية من طقم الشامبر. فانت من البوجيه خلي بالك تقدر تقيم السكوتر بتاعك، وتقدر تحدد هل حاله الموتور فايقه ولا الموتور محتاج شغل، او السكوتر بشكل عام محتاج شغل ولا لا. في الاخر ارجو تكونوا استفدتم يا شباب، انا حاولت بس اوريكم الفرق ما بين الاتنين بوجيه، بحيث ان انت تقدر تحدد بعد كده ان شاء الله لما تغير البوجيه لوحدك، او حتى لو انت رحت الفني.